في الأيام الأخيرة انتشرت بزاف ديال الأخبار في الفيسبوك والواتساب على اختطاف أطفال في المغرب. فيديوهات، تسجيلات صوتية وقصص كتقول أن العصابات كيدوروا في المدن وكيخطفوا الأطفال. ولكن السؤال المهم هو واش هاد الأخبار حقيقية ولا غير إشاعات كتخوف الناس؟ اليوم غادي نعرفوا الحقيقة كاملة. في الفترة الأخيرة بزاف ديال الناس في المغرب بداو كيشاركوا منشورات كتقول انتبهوا على ولادكم، كاينة عصابات كتخطف الأطفال، سيارات كتدور في الأحياء. هاد الأخبار خلات بزاف ديال الآباء والأمهات يخافوا على ولادهم. بعض المدارس حتى ولات كتوصي التلاميذ ميبقاوش بوحدهم في الزنقة. ولكن مع انتشار الأخبار بدا السؤال الكبير: فين هي الحقيقة؟ المديرية العامة للأمن الوطني خرجت ببلاغ مهم وقالت أن الكثير من الأخبار منتشرة حول اختطاف الأطفال مجرد إشاعات. وبعض الفيديوهات اللي كينتشروا في المغرب أصلا وقعت في دول أخرى وتم نشرها وكأنها حدثت هنا. يعني بعض الناس كيشاركوا الأخبار بدون التأكد منها، وهذا الشيء كيخلق حالة خوف كبيرة بين الناس. ولكن هل الاختطاف موجود فعلا؟ نعم، جرائم الاختطاف ممكن تقع في أي دولة في العالم وفي المغرب كذلك. وقعت بعض الحالات المعزولة في سنوات مختلفة، لكن حسب السلطات ما كاين حتى انشطار كبير لعصابات منظمة تخطف الأطفال حاليا. وهذا يعني أن الأخبار اللي كتقول أن الاختطاف منتشر في كل المدن غير صحيحة في أغلب الحالات. كان سبب مهم لانتشار هذه الإشاعات مواقع التواصل الاجتماعي. أي فيديو أو تسجيل صوتي يقدر ينتشر بسرعة كبيرة، والناس أحيانا كيشاركوا الأخبار بدون ما يتأكدوا من صحتها. وفي بعض المرات حتى الفيديو قديم أو من دولة أخرى كيولي كأنه حدث جديد في المغرب. حتى لو كانت بعض الأخبار إشاعات، يبقى الحذر واجب، خاص الآباء يعلموا الأطفال ما يمشيوش مع الناس ما كيعرفوهمش، ما يخرجوا بعيد على الدار بوحدهم، يبلغوا الوالدين بأي شيء غريب، لأن الوقاية دائما أفضل. في النهاية الأخبار اللي كتنتشر بزاف على انتشار اختطاف الأطفال في المغرب معظمها إشاعات أو أخبار غير مؤكدة، ولكن رغم ذلك خصنا نبقاو حذرين ونتأكدوا من الأخبار قبل ما نشاركوها، لأن نشر الإشاعات يقدر يخلق خوف كبير وسط المجتمع.